اهلا بيكم. هكلمكم النهارده عن الكالسيوم استكمالا بقى للسلسله اللي احنا بدأناها مع بعض. الكالسيوم هو موضوعنا النهارده، هناخده امتى ومع الاكل ولا بدون الاكل. الكالسيوم هنشوف نوعه اذا كان كالسيوم كربونات ولا كالسيوم ستريت عشان هتفرق كتير قوي قوي. مثلا الكالسيوم كربونات ده يفضل ان هو يتاخد لازم مع وجبه مع الاكل، علشان احماض المعده لما بتتفرز اثناء الاكل ده بيساعد جدا جدا على امتصاصه. لكن الكالسيوم ستريت بقى مش بيفرق معاه انت هتاخده مع اكل ولا بدون اكل، فانت عشان تكون في الامان لو انت مش عايز تقرا وتعرف المكونات ولا كده يفضل انك انت تاخد الكالسيوم مع الاكل. طب امتى يا دكتور، الصبح ولا بالليل؟ يفضل انك تاخد الكالسيوم بعد وجبه العشاء على طول، عشان هو من الحاجات اللي بتهدي الجسم شويه فهيساعدك انك تنام افضل. وكمان خلي بالك من معلومه مهمه جدا، انا عارفه الناس كتير جدا جدا عارفين ان الكالسيوم ما ينفعش يتاخد مع الحديد ولازم نبعد مسافه وقت كبيره. لكن انا جايه بقى اقول لك ان مش الحديد بس هو اللي هيعرض امتصاص الكالسيوم، لا، حاجات كتير جدا جدا، منها المضادات الحيويه، منها الزنك، منها المغنيسيوم، وانواع ادويه كتير قوي قوي ممكن تتعارض مع امتصاص الكالسيوم. فيفضل ان